اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ لو انت عندك اناناسيه هاتيها وتعالوا النهارده هنعمل حاجه كده جميله، يعني تطرب على قلبنا في الجو النار اللي احنا فيه دوت. هتجيبي الخلاط وتروحي شايله البذر اللي هو في قلب الاناناسيه كده بالمعلقه، وتروح حطاه في قلب في قلب شفشق الخلاط، وتجيبي عليه معلقتين من السكر، وتروحي جايه حطاهم في قلبه، وتروحي تضربيهم في الخلاط كده مباشره. ماشي؟ يعني اهو تحطي معلقتين من السكر وتروحي تضربيهم، وتروحي جايه راجعه تاني تمسكي الاناناس بتاعنا دوت، بتروحي مقشراه اهو بالشكل الجميل ده. خلاص، بعد ما بتقشريه بتروحي جايبه بوله قدامك تخرطي فيه اللي هو مثلا القطع المكعبات بتاعته اهو بالشكل القمر دوت، بتروحي عاملاه كده. بس اهم حاجه ان انت تكوني واثقه ان البذر طلع منه ما فيهوش اي بذر، وانت وانت بتخرطيه كده. فبعد ما بنخرطه كده يا جماعه اهوت بالشكل الجميل دوت، بروح جايبه بوله واروح حاطاه في قلبه، واروح جايبه حبه العصير الصغيرين اللي احنا ضربناهم، اللي هو عباره عن البذر بتاع الاناناس ومعلقتين السكر اهو، وتروحي جايه مصفياهم على على الكنتالوب او الاناناس او الشهد، ايا يكون عندك، ايا يكون نوع من انواع دي يعني. فبنروح مصفينه كده، ونروح جايين حاطينه فين، نحطه في الفريزر لمده ساعتين، وبعد ساعتين بروح مطلعاه بالشكل الجميل ده، واروح جايه حطاه في قلب الكبه اهوت، واروح جايه فرماه كده في قلب الكبه. بس اهم حاجه ما تحطيش عليه اي ميه، يعني انا دلوقتي شغاله بيه ما حطيتش اي ميه. دلوقتي هنمسكه ونروح جايين ضاربين الكنتالوب او يعني النوع اللي يكون موجود عندك من الانواع دي، نروح جايين ضاربينه كده يا جماعه اهوت لغايه ما ينعم معايا. انا حسيت ان هو ناعم خالص اهو، بروح مفضياه في طبق، في بوله، في اي حاجه، واروح جاي حطاه تاني في الفريزر لمده ساعه. بس كده اروح حطاه لمده ساعه. تعالوا بعد الساعه دي يا جماعه نروح مطلعينه اهوت. دلوقتي يبقى معاكي احلى ايس كريم اقتصادي سهل وبسيط وبجد منعش في الحر اللي احنا فيه دوت. ودي طريقه جديده للايس كريم. بصوا اقتصادي جدا 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 وسهل وبسيط. ويا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. مش تنسوا لي احلى لايك وسبسكرايب. قومي يلا تشطري كده وقومي اعمليه، هيطري على قلبك وقلب عيالك في الصيف دوت. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. مش تنسوا لي احلى لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد وجديد، ويا رب اكون بقدر اقدم لكم الجديد والمفيد.